وكان من بينهم سنوحي اللي كان بيشغل منصب رفيع في البلاط الملكي. سنوحي ما كانش بس مسؤول في القصر، لا ده كان واحد من الناس القريبين جدا من العائلة المالكة، وده معناه انه كان عنده اسرار الدولة ومطلع على اخطر المعلومات. لكن في يوم من الايام حصل حدث هز مصر كلها. الفرعون أمنمحات الأول تم اغتياله، وده كان كارثة سياسية لأن الفرعون كان هو رمز الاستقرار، ومع غيابه ممكن تحصل فتنة وصراعات على الحكم. وفي وسط كل ده سنوحي اتصرف تصرف غريب جدا، فجأة ومن غير أي مقدمات هرب من مصر. هل كان متورط في الاغتيال، ولا كان خايف إنه يتم تصفيته، ولا كان عنده مهمة سرية؟ سنوحي هرب لبلاد الشام، وتحديدا في وسط قبائل البدو الاسيويين اللي كانوا اعداء لمصر في الوقت ده، لكنه مش بس عاش وسطهم، لا ده بقى قائد عسكري عندهم. الغريب ان سنوحي دخل في حرب معاهم وكسب احترامهم، وكمان اتجوز بنت زعيم القبيله هناك. وده بيطرح سؤال مهم جدا، هل كان مجرد لاجئ فعلا، ولا كان عميل مزدوج بيجمع